مخلل اللفت الخطير لاستعداد اكلات الشتويه. تعالوا بقى اقول لكم الاول عملنا ايه. جبنا 4 كيلو لفت ب10 جنيه، غسلناهم ونضفناهم ورشينا عليهم معلقتين ملح وحطيناهم كده في مصفى لحد تاني يوم. جبت حبة جزر كده، غسلتهم وقطعتهم عشان في برضك ايه حد عندي بيحب الجزر. وجبت هنا هو في المفرمه دي، على فكره المفروض كان متصور ده كله بس اتمسح، مش عارفه او ما اتصورش، ما انا مش عارفه. المهم جبت حبه فلفل كده حمر عاديين، رحت مقطعهم بنجرايه كده حلوه جميله، ورحت ضربهم بقى في الكبه بتاعه الخلاط كده، وهقلبهم كلهم على اللفت والايه والجزر. ودي العروق بتاعه اللفت، عايزه اقول لكم بيبقى طعمها خطير. في ناس ما بتحبش تاكل اللفتايه، تاكل العروق بتاعه اللفت دي. خلاص، يبقى انا هنا غسلتهم غسله حلوه، وقطعتهم الاول، قطعتهم مكعبات وغسلتهم، حطيتهم في مصفى، حطيت عليهم معلقتين ملح وسبتهم لتاني يوم، ونزلت عليهم معلقه كمون خشنه، وحطيت عليهم كام ورقه لوري، وكنت غاليه بقى ميه وركناها على جنب. تمام. سبتها بقى لما بردت بقى، وكنت انا في ايدي حاجات عملتها وركنتهم على جنب. وهنا هنجيب بقى نعمل المحلول بتاع الميه. حطيت فيه معلقتين سكر، وهحط فيه كمان معلقتين من الملح. بصوا بقى، يعني عايزه اقول لكم اللفت لحد دلوقتي لسه يعني لسه طالع، فمش شايخ ولا اي حاجه، مش عامل زي القطنيه كده من جوه، لا، اللفتايه دلوقتي تحفه. وهحط ربع معلقه شطه او نص معلقه شطه حسب نوع الشطه اللي عندكم. الشطه اللي عندي حاميه شويه فانا ما كترتش. خلاص، وهركنهم على جنب لغايه ما نجيب البرطمان. بصوا بقى، عايزه اقول لكم شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ بجد شكلهم يفتح النفس. اسهل واسرع طريقه لفت ممكن تعملوها. وهحط بقى كده في البرطمان. عايزه اقول لكم طلعوا على قد البرطمان كانهم، بصوا يعني متعايرين بالبرطمان قبل ما اعملهم كده. بصوا يعني كمان انا عشان نقع اللفت من بالليل كمان بالملح، فتحسوا ان هو كمان كاشش، يعني كان ممكن ياخد برطمان اكتر من كده. وانا عشان بحب بقى الفلفل المخلل، فحطيت معاهم كام ايه قرن فلفل كده مخلل يستوي معاهم بالمره. مش عايزين تحطوهم بلاش. وعايزه اغطي بقى الحته اللي فاضيه دي بشرايح من الليمون، عشان ولا يعمل من على الوش كده ريم ولا، يعني بصوا بقى يعني عايزه اشوف بس هيعمل ايه. غطوا الوش انتوا بس. بصوا انا ما كملتش الميه لحد الاخر، عشان خاطر هو كل ما يقع كل ما تلاقوه بيفور لفوق ميه كده. وهقفل عليه قفله حلوه بقى. هنشوف بقى بعد اسبوع مثلا ايش اخباره. شايفين اللون كده بقى تحفه. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس وقولوا رايكم فيه ايه. ومع السلامه.